احذروا نصابين الريتش. بيعملوا ايه؟ ينزل لك البروجيكتور الاسود يقول لك يا فندم متوفر وبكميات، وهبقول لك بكام؟ ب 2900 وب 2800. وهو قسما بالله مش موجود اصلا في مصر. الكلام ده بيقولوا لك واحد في منبع الجمله في العطار. لفيت عليه الدنيا كلها. بفضل الله انا كنت من اول الناس في مصر اللي تجيبه وتعمل فيديو عنه. خش على الصفحه عندي واتفرج عليه. كنت بقول لك بكام؟ اقل سعر في مصر، وعملت لك ريفيو كامل وفتحته لك وجربته لك وعملت منه مبيعات حلوه جدا. ده كده خلاص ما بقاش موجود. حاليا دلوقتي الموجود الابيض اللي اسمه ايه؟ اتش واي 300. بروجيكتور الاتش واي 300. طب ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين يا عم مصري؟ رقم واحد اللون زي ما انت شايف كده، رقم اتنين ده بيركب على ستاند وده ما بيركبش على ستاند. رقم ثلاثة واهم اختلاف، انا عملت ريفيو عن ده وعملت ريفيو عن ده. عايز اقول لك ان بفضل الله السوفت وير بتاع الابيض قسما بالله اقوى بكتير قوي من الاسود. كحركه، كسلاسه. دخل الباسورد بتاع الواي فاي، بتنزل ابلكيشن، الكلام ده كله سريع جدا. اندرويد 11 كمان شغال معاك 5 سنين تحديثات. بس انا على الاسود اقول لك ان هو مش موجود. فكك من الصفحات اللي بتخش تقول لهم يا فندم انا عايز واحد وعايز اتنين، يقول لك خلص ولسه البوست نازل من 10 دقايق والفيديو ما كملش ساعتين. طب انت منين بتنزل ومنين بتقول ان هو خلص؟ انا ذات نفسي كنت بتابع الصفحات دي عشان اطلب منهم جمله. يمكن هم عرفوا سكه يا عم جابوا وانا مش عارف اجيب. العطار كله مش عارف يجيب منبع الجمله اللي بيستلموا من الصين والامارات، مش عارفين يجيب. هو مش موجود يا جدعان ولسه قدامه شهر عبال ما يجوا. ولو جه بصراحه انا مش هشتغل فيه. هتقولي ليه؟ اقول لك ان انا شفت ده يا عم. سوفت وير بتاعه قوي جدا. بعت العملاء كتير، الناس بتبعت لي رسائل شكر، الله يبارك لك البروجيكتور قوي جدا وخامات نظيفه وما رميناش فلوسنا في الارض. هتقولي طب انا عايز اركبه على الستاند. اقول له يا عم ما تهندل حالك يا عم، اهو ضربته وشغلت وروقت الكلام. فاش تعمل لايك وفولو منشن لصاحبك، قول له مصري بيقول لك ده مش موجود. خليك في اللقطه.